إن الخناق يضيق على نظام البرهان، هذا هو العنوان الأبرز لما سوف تمضي عليه الأوضاع في بورت سودان المتهالكة بفعل حكم البرهان وتحالفاته الكارثية. شيئا فشيئا تتضح فداحة حساباته وانعدام الخبرة في تجاوز الأزمات. فالبرهان المختطف من مجموعة المؤتمر الوطني المعزول أصبح الآن في أخطر مراحله السياسية. سقوط بشار الأسد. تم بحمده تعالى تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد. إن سقوط بشار الأسد في سوريا هو سقوط لأكبر الداعمين للبرهان على الإطلاق، روسيا وإيران. المعلومات تشير على أن البرهان حرص منذ بداية الحرب على الاعتماد في تحالفه مع إيران وروسيا على نموذج الأسد في سوريا، وهو ما كشفه القيادي بتنسيقية تقدم. المهندس طه إسحاق الذي كتب على صفحته على فيسبوك عن لقاء جمعه بالبرهان قبل الحرب بهدف التهدئة وعدم انجراف الأوضاع في السودان، فما كان من البرهان إلا أن شبه نفسه ببشار الأسد الذي قتل ملايين السوريين ولا يزال العالم يتعامل معه. الآن وقد سقط الأسد، كيف اختلفت حسابات البرهان؟ وما هو أثر ذلك على مستقبل التحالفات في المنطقة؟ فالأسد الذي قتل شعبه ودمر وطنه يتذكر ذلك الآن، كل ذلك وهو في منفاه الذي هرب له بعد سقوط البلد الذي فشل في حمايتها. يشبه لحد كبير البرهان الذي لربما لن تسعفه الفرصة للمنفى، ويومها سيتذكر كل الدماء التي سفكها منذ فض الاعتصام، مرورا بمجازر الانقلاب التي تمت في حق الثوار، ووصولا لما تقوم به آلته العسكرية وطيرانه الحربي ومدفعيته للمواطنين الأبرياء الذين حولهم البرهان لأشلاء بدلا من أن يستمع لصوتهم أو يسعى لحمايتهم جميعا. وكما فرح السوريون اليوم برحيل الأسد وزوال نظامه، سيفرح السودانيون الغبش بنهاية البرهان التي باتت وشيكة ليشفي صدور قوم مؤمنين، ويعود العدل للسودان وشعبه.